تعالى اوريك انا كجوهر ازاي هسكيل البراند ده دلوقتي لايف قدامك، وايه التبس اللي انا بعملها بالظبط في السكيلينج. استنى بس، تسكيل ايه؟ استنى، الاستوك خلصان والمصنع بيرستوك دلوقتي. طب تعالوا اوريكم هسكيل ازاي برضه. بص، هو مفيش لايف اكتر من كده. بص انا هحدد الديوريشن بتاعي اخر 7 ايام، جايب سيلكت على الاكونت. دي ابسط طريقه واسرع طريقه وهتجيب لك ريزلت. هتدوس على ليفل الاد، تبتدي بقى تبص ايه الوينر. يعني بص انا عندي هنا رواز 22 اكس، تمام. انا عارف انا ببريك ايفن عند كام كده قبل ما اعمل كل الكلام ده. الفيديو ده برضو بص 30 رواز. بص الكوست بالبيرشيز عندي كام؟ 68. تعالى بص الكونفرجن ريت، الكواليتي ليدز اللي داخله بص بنسبه قد ايه؟ 7% كونفرجن، وهنا 2%. حلو. نيجي فوق هنا ده 15. انا هسكيل ده، هسكيل الثلاثه دول في كامبين ومعامل دوبليكيت، عامل نيو كامبين. هنعملها سي بي او سكيل نيو ادسيت وينرز، تدوس دوبليكيت. وانس انا عملت دوبليكيت ليهم، هعمل السي بي او كامبين دي، هنزل تحت اخليها سي بي او، وهي البادجت الاساسيه بتاعتها كانت 300 في التستنج، لا انا هنا هخليها 450. ببلش الكامبين دي الساعه 12 اي ام. هنزل تحت هنا اخليها يوم 8 الساعه 12 اي ام ببلش. ودي كانت ابسط طرق من طرق السكيلينج اللي انا بعملها. وكده كده في طرق تانية، بس دي اسرع طريقه تجيب لي ريزلتس. انت بعد برضه كده عملت اللي في دماغك وعملت سكيلينج، بعد ادي ك... اخرة اللي يسيب جوهر على الاكونت. بعد كده اعمل امبلمنتيشن في سكيلينج تاني في اي حاجه تانية عادي.